من احلى موبايلات اللي نازله السوق المصري قريب جدا، واكتر موبايل تقريبا فيه حاجات جديده ما شفناهاش قبل كده في اي موبايل تاني، هو موبايل Honor View 20 اللي بيتميز بتصميمه الجذاب جدا والمختلف، وطبعا الكاميرا الاماميه بتاعته اللي هي البانش هول او المستخبيه جوه الشاشه. معاكم لميس الحسين من فريق ريفيوزات. تابعوا تقييمي لموبايل Honor View 20. تصميم الأونر فيو 20 من اكتر الحاجات اللي بتميزه. شاشة الموبايل واخدة حوالي 91% من الجزء الامامي بتاعه زي ما انتم شايفين. الكاميرا عندنا كاميرا بانش هول او خرم في الشاشة، هو مصطلح غريب شوية. وعندنا الحافة اللي فوق ما فيهاش اي حاجة تقريبا، يعني ما فيش حافة فوق، ودي حاجة جديدة اول مرة نشوفها بعد ترند النوتش اللي احنا شفناها في الموبايلات كتير قوي السنة اللي فاتت. الجزء كمان السفلي في الشاشة بتاعت الموبايل زي ما انتم شايفين الحواف بتاعته رفيعة جدا، وطبعا الناس هتستغرب هي سماعه المكالمات فين، هو موبايل فيه ليد نوتيفيكيشن ولا لا. الكلام ده كله موجود في الاطار بتاع الحافه العلويه من الموبايل. طبعا الاطار صغير جدا، وجوه سماعه المكالمات بقى في لمبه الاشعارات. ظهر الموبايل زي ما انتم شايفين شكله جذاب جدا وحلو قوي، وطبعا ما اعتقدش ان انتم شفتوا موبايل قبل كده لما بتقعدوا تحركوه كده هو تحسوا انه في علامه الفي بتتحرك معاك او عامله زي سهم كده لتحت بتتحرك. طبعا الفي عشان الفيو 20، والظهر او فكره الظهر دي حاجه اسمها ارورا نانو تكنولوجي، دي حاجه جديده كده اونر مطوراها. وظهر الموبايل هنا هو ازاز والحواف بتاعته معدن، عشان كذا حد سال الموضوع ده. هو يمكن ما تلوش لما تحط ايدك عليه ما تحسش ان هو ازاز، بس هو ازاز مقوى. والمشكله طبعا ان هو بيجمع بصمات كتير زي ما انتم شايفين ولازم تقعدوا تمسحوه. بس في كل الاحوال الموبايل معاه كفر في العلبه شفاف، فانتم ممكن برده تركبوه، هيساعد شويه ان هو يحمي ظهر الموبايل. وطبعا عندنا مستشعر بصمه الاصبع اللي سريع جدا وممكن تستخدموه في تاخد بيه صور عادي قوي. الجزء العلوي عندنا مخرج 3.5 ملم جاك عشان تركب سماعات براحتك جدا، وفي كمان الموبايل فيه اي ار بلاستر او اللي هو ممكن تستخدم الموبايل نفسه كريموت. الجزء السفلي طبعا عندنا المايك، وعندنا كمان اللي هو مخرج الشحن يو اس بي تايب سي، وعندنا طبعا سماعات السبيكر بتاعه الموبايل. الموبايل ان هو بيجي بسماعه سبيكر واحده مش دول سبيكر، بس برضو قوتها كانت كويسه جدا والصوت بتاعها كان حلو قوي. هي بس يمكن مشكلتها ان انت ممكن سهل ان انت تقفل عليها وانت ماسك الموبايل تتفرج على مثلا فيلم او حاجه. شاشه الموبايل ان هو حجمها 6.4 انش، بتيجي بجوده فول اتش دي بلس، وبتدينا كثافه بكسلات حوالي 400 بكسل في الانش. طبعا الرقم يعتبر صغير شويه بالنسبه للموبايل فلاج شيب. وكمان شاشه الموبايل هنا هو اي بي اس ال سي دي، بس يعني كان نفسنا تكون شاشه اموليد الصراحه. بس عموما تجربتي للشاشه انا ما حسيتش ان فيها اي مشاكل، وحسيت ان هي كمان ممتعه جدا في الفرجه على الفيديوهات، خصوصا ان هو مساحه الشاشه طبعا مختلفه ومفيش نوتش مثلا واكله من الفيديو اللي انا بتفرج عليه حته. حتى يعني الجزء الصغير بتاع الكاميرا مش حاساه مؤثر قوي في حته مشاهده الفيديوهات. وبيجي الأونر فيو 20 بنظام اندرويد 9 باي، ومعاه واجهه اونر الجديده الماجيك يو اي. ماجيك يو اي صراحه ما فيهاش اي اختلاف من تجربتي ليها، يعني ما فيهاش اي اختلاف تقريبا من الايموشن يو اي، هما الاثنين تقريبا نفس الحاجه. بس اتمنى ان هي قدام ان شركه اونر تطور في الواجهه بتاعتها وتبقى مختلفه شويه عن واجهه الايموشن يو اي واخف منها كمان. وعموما الواجهه هتلاقوا فيها كل المزايا اللي احنا دايما بنشوفها في واجهه اونر وواجهه هواوي، ما فيهاش اي اختلاف تقريبا. فيها خاصيه ان انت تقدر تفتح نسختين من نفس التطبيق، والكلام ده كله موجود هنا هو في الموبايل. والمزايا الموبايل كمان هو بيجي بمعالج كيرين 980. المعالج دوت اول معالج تقريبا يبقى بمعماريه 7 نانومتر. المعالج دوت هتلاقوه برده في موبايل هواوي ميت 20 برو والميت 20 كمان. اما بقى عن باقي العتاد الداخليه بتاعه الموبايل، فالنسخه اللي نازله من الموبايل اونر في 20 السوق المصري بتيجي ب 8 جيجا رام و256 جيجا ميموري. طبعا المساحه دي كويسه جدا. الموبايل ما بيدعمش كارت ميموري، فانت لو معاك مثلا كارت ميموري موبايلك القديم هتضطر انك تركنه على جنب، يعني ملوش استخدام هنا هو في الاونر في 20. من الحاجات كمان المميزه والجديده في الاونر في 20 ان الموبايل هنا هو بيجي بدول انتنا عشان الجي بي اس، للجي بي اس بس مخصوص. يعني الموبايل هنا هو يقدر يلقط الجي بي اس بشكل احسن من الموبايلات الثانيه، حتى في الاماكن ان انت صعب ان انت تلقط فيها الجي بي اس. ولو انت من الناس اللي بتحب الجيمنج كويس، فطبعا زي ما بقول لكم الموبايل هنا هو بيشغل الالعاب بشكل سلس قوي، سواء انت بتحب تلعب ببجي او اي لعبه ثانيه. وكمان الموبايل هنا هو نازل بيشتغل عليه فورتنايت، لعبه فورتنايت اللي هي شويه شبه لعبه ببجي. والميزه بقى كمان ان انت لما هتنزل فورتنايت بموبايل اونر في 20 هيبقى ليك زي كاستم مختلف جوه اللعبه مميز لكل الناس اللي معاها الموبايل دوت. كاميرا الموبايل الاماميه 25 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0. يمكن مشكله الكاميرا مكانها ان هو جوه الشاشه بيخلي ان هي عرضه قوي ان هي
تتوسخ بسهوله، فانت دايما محتاج ان انت قبل ما تيجي تاخد اي صوره ان انت تقعد تمسح الكاميرا طبعا فيها مزايا كتير. خاصيه البورتري بتتعمل ان هو بالسوفت وير، وبتقدر ان انت تعزل الخلفيه، والكاميرا طبعا تصويرها كان كويس جدا في الاضاءه القويه، ويعني في الاضاءه الضعيفه نص نص. خاصيه الاي ار ان هي مثلا انت بيبقى وش مثلا طالع لك، المزايا دي كلها موجوده. الكاميرا الاماميه كمان بتصور فيديوهات بدقه 1080 بي. اما بقى الكاميرا الخلفيه، ودي بقى القصه الكبيره جدا جدا في الموبايل هنا اهوت، فالعدسه الاساسيه 48 ميجا بكسل. الموبايل اول ما هتيجي تفتحه هتلاقي ان هو بيصور على 12 ميجا بكسل، هي الكاميرا بتضغط الصور. انت عايز تصور 48 ميجا بكسل عادي بتختارها. وفي خاصيه بقى جديده خالص اللي هي الاي اي كلاريتي اللي هي 48 ميجا بكسل، ودي بقى ميزتها ان انت لو بتصور بيها تكست مثلا او حاجه الخط بتاعها صغير جدا وبعيد قوي عنك زي ما انتم شايفين كده اهوت، هتلاقي ان هي بتاخد صور كتير قوي بتضغطها مره واحده، فانتوا هتقعدوا تزوموا كده اهوت، فهتلاقوا تكست اللي هي بعيده قوي اللي انت ممكن اصلا ما تبقاش شايفها بعينك، انت شايفها بالكاميرا هنا اهوت او طالعه في الصوره. الكاميرا كمان الخلفيه بتصور فيديوهات 4K، تصور فيديوهات سلو موشن عندنا اللي هو 960 فريم في الثانيه، وفيديوهات سلو موشن عموما. طبعا في خواص كتير قوي هنا اهوت في التصوير اللي احنا متعودين عليها في موبايلات اونر وهواوي، بس الفلاج شيب بقى يعني الحاجات العاليه. برده طبعا في خاصيه البورتري يعني عشان لو حد مقلق. ان هو في الاونر في 20 في خاصيه كمان ان انت ترفع، ودي حاجه جديده ومختلفه بالبيوتي مود، ترفع نفسك، ودي اعتقد خاصيه الناس كلها تحبها. وكمان ان انت كمان ممكن تعملها في الفيديو. الكاميرا كمان فيها خاصيه الهاي فيجن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاونر 10 لايت. مزايا كاميرا التي او اف كمان ان انت ممكن تستخدمها از جيمنج كونسول، او ان انت زي وي مثلا او الكونكت. انا عارفه ان الموضوع ده غريب شويه، بس الموبايل لما بتطلبه في الحجز المسبق بيجي معاه دوك ستيشن بتوصلها، تحط فيها موبايل يعني، بتوصلها بالشاشه، ومن خلالها بقى بتقدر ان انت تنزل يعني في العاب معينه مخصوصه يعني الموضوع ده بتنزلها، وبتلاقي نفسك ان انت بتتحكم في الشخصيه اللي في اللعبه بس وانت واقف بره. زي مثلا لعبه السكينج اللي انا جربها فيه، هتلاقوني بتحرك والشخصيه بتاعتي اللي هو جوه الشاشه اللي هي بتتزحلق بتتحرك معايا على حسب حركه جسمي. الصراحه التكنولوجي شغاله بشكل كويس جدا، يعني بتتعرف على اي حركه في الجسم، حركه الايد، وحتى لو نطيت الشخصيه بتاعتك بتنط كمان معاك في اللعبه. فدي تكنولوجي جديده اول مره نشوفها تقريبا في الموبايل، وصراحه شايفاها حلوه جدا وليها مستقبل قدام كويس. قولوا لي يعني رايكم في الخاصيه دي، شايفينها حلوه ولا شايفينها افتكاسه ولا ايه بالظبط؟ بطاريه الاونر فيو 20 4000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع اللي هو السوبر تشارج بتاع هواوي. بتقدر ان انت تشحن الموبايل ل 55% تقريبا في نص ساعه، وبتشحن الموبايل كله في ساعة وربع او ساعة و10 دقايق على حسب يعني انت فاتح حاجات في الخلفية ولا لا. البطارية ممكن تقعد معاك حوالي 8 ساعات سكرين اون تايم، طبعا ده على حسب استخدامك وعلى حسب انت قاعد بتلعب قد ايه على الموبايل، ده كله هيفرق معاك في استهلاك البطارية. بس عموما بطارية الموبايل كويسة جدا ومن اقوى البطاريات يعني انت هتشوفها في الموبايلات الفلاج شيبس المتوفرة حاليا في السوق المصري. وبكده يكون خلص تقييمي للأونر في 20. سعر الموبايل في السوق المصري 12222 جنيه مصري، ولو عملت الحجز المسبق هتاخد مع الموبايل دوك ستيشن اللي احنا بنتكلم عليها، اللي انت بتقدر تركب فيها موبايل وتشحنه او توصله بالتلفزيون وتلعب من خلاله، يعني فيها فيتشرز كتير حلوه قوي هتنفعك. رايي بقى في الموبايل بعد ده كله، انا صراحه شايفه ان الموبايل الاونر في 20 بيقدم حاجات كتير جديده جدا ما شفناهاش في اي موبايل تاني نزل السوق المصري، ويعتبر الموبايلات الرائده في كذا حاجه زي التصميم بتاعه والكاميرا اللي جوه الشاشه وكاميرا التي او اف مثلا. في حاجات كتير قوي مغريه جدا في الموبايل ده، غير طبعا اداء الموبايل يعني لا غبار عليه، ما فيهاش مش نقطه نقاش. يعني مثلا هو مش هتضحي بالاداء ومش هتضحي بالبطاريه ومش هتضحي بالكاميرا، فهو موبايل ما فيهوش تضحيات تقريبا يعني. بس يمكن ناس مستغليه سعره، بس في الاول وفي الاخر ده موبايل فلاج شيب. يمكن بقى كموبايل فلاج شيب لو بصينا من ناحيه ان احنا بنقارنه بالموبايلات الفلاج شيب الثانيه، ممكن يبقى فيه كام حاجه ناقصه، زي ان هو مثلا ما فيهوش حمايه من المياه والاتربه، ان هو ما فيهوش دول سبيكر، ان مثلا الشاشه بتاعته اي بي اس مش اموليد، وان الشاشه مثلا فول اتش دي بلس بس مش مثلا كواد اتش دي. عيوب اللي هو ايه، عيوب بس اللي هو احنا هنتفى شويه او مش هنتفى، بس اللي احنا بنركز عليها لو موبايل بقى موبايل غالي. اي حد بيجي يشتري موبايل غالي بيفضل ان الموبايل بتاعه يكون فيه كل الفيتشرز طبعا، يعني انت بتدفع مبلغ محترم في موبايل،
فعايز كل حاجه تبقى متاحه عندك في الجهاز. بس في الاول وفي الاخر انا شايفه ان الجهاز بروميسنج جدا، وجهاز يعني هو يمكن مش رخيص، بس بالنسبه للمزايا اللي فيه فهو سعره لحد ما كويس. يمكن لو نزل سعره شويه هيبقى احسن واحسن. طبعا انا هسيب لكم عموما لينكات شراء الموبايل اول تعليق. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم لميس الحسيني. سلام.